السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حصاد الأسبوع. ونبدأ مع أول خبر وما حصل في هذا الأسبوع بالسوشيال ميديا عن مايا العبسي. معلش يعني بنذكر العصفور حق مايا ظهرت وهي تبكي زعلانة وطلع ترند. يعني العصفور هذا سلام الله على كوكي. كان هناك ردة فعل من المشاهير ومن بعض المعلقين ومن استهزأ ومن ضحك. عموما ننتقل للخبر الذي بعده، خلونا من كوكي. الخبر الذي يليه وهو لأحد الأشخاص، وهو يجيب 4 يوس أو من هذه الأغنام للبنت الذي ضاع عليها طلي، وقد كان شروا لها طلي. فهذا الشخص تقريبا من البيضاء جاب لها 4، جزاها الله خير. أنا يمني، أنا يمني. اليمني وين ما يروح يفتخر ببلده. هنا يشاهدنا اللاجئين أو في الملاجئ بإسرائيل يمنيين، وهناك يعني عايشين ومنزلين على مواقع التواصل الاجتماعي أنا يمني أنا يمني. ونصلوا إلى خبير الأعشاب الباحث قليل الضمين، الذي يعني ظهر فجأة في هذا الأسبوع وطلع ترند، وأعلن له جميع المشاهير عن أنه يعالج ببعض الأعشاب مثل ما شفتنا، ويتحدى الإعلاميين وقال يضع رقبته أمام العلم وأمام الإعلاميين وأمام القانون. عموما بعض المعلنين يعني يعلنوا، ولكن هناك من يعارض مثل هذه الطب بالأعشاب والطب العربي مثل ما يسموه. ولكن إذا نجح وإذا فشل علوه كلامه مردود. احنا شفنا هذا الخبر ولا ندري كيف بيكون. قالوا بيتابعوها الاعلاميين، يتابعوه، احنا بنتابع. خبرنا الخامس وهو مؤسف لوفاة والد ملاك احمد صالح. الفتاة هذه كان لها يعني عدة مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض حالتها، وكان بعض الناس يتبرعون لها ويعرضون حالتها، ومن ضمنهم ابو عاصم. توفى أبوها بعد أن عادت من الهند. هي عندها إعاقة في الظهر، يعني العمود كل ما كبرت في العمر يزداد انحناء ويضغط على الصدر والرئتين مثل ما قالون. نسأل الله لها الشفاء. اليوم توفى أبوها أو بهذا الأسبوع، وظهرت باكية. وأيضا من الملفت أنه تقول يعني من بيدافع عنا ومن بيكون لنا، ولكن إن شاء الله اليمنيين ما بيخلون أحد يا مسكين. خبرنا السادس وهي صورة لحرضة سلتة أو فحسة. صاحب المنشور قال أنا ما شفت صحن مخيط بهذا الشكل إلا في بلادنا. الصورة هذه قدها تفجع، يعني حد يخيط بالصحون هذه. الناس قد طورون، قد ضغط لمس بس تبرمجوه برمجة على أرقام وعلى ريموت. صحن يعني يطلع الأكل له طعم، ولكن الصحن هذا خلاص يا خبرة. الخبر السابع وهو خبر الإفراج عن موظف في طيران اليمنية بلال داود، الذي قد كان تم سجنه بتهمة أنه يعني صدم وكسر في جناح الطائرة، وهو كان يسوق السلم هذا الذي ينزل فيها الركاب. دحش الطائرة وعورها فسجنوه. تنازلون عنه بعد ما الإعلاميين يعني طالبون وصيحون، كانوا يشتون منه 750 ألف دولار. من فين يجيبها؟ وكان والله إذا ما تضامنوا معه الإعلاميين إنه بيظل في السجن هناك سنين لين يجي إعلامي ولا واحد أنبش القضية حقه. نسأل الله أن يفرج عن كل مكروب. كم قضايا مثل هكذا يعني تكون تحتاج بس عرض للعلن وتفتك وتحتل بسرعة. معلش ولكن بالدور يعني حسب ما رتبتها. نعود لكوكي. مايا العبسي ظهرت عندها عصفور بهذا الفيديو، والسلام الله على كوكي الشاعر اللي ضحكنا أنا. وهنا مشهد ليمنيين مرون على مقبرة مثل ما نشاهد هنا تقريبا لشخص يدعى أحمد الشاقي يوثق. فكان هذا الحوار يوم قال له أن هذا قبر جدي أو قبر والدي. أبو أحمد ما يكذبش. ونعود للبلاش وبلاد العم سام. نشاهد أبو أحمد وهو يتحدث عن هذا الموتور والدباب الصغير. وما نزال في أمريكا، ولكن صورة لهذا الطفل بدر الدين الوسيم الذي أعلن عن مكافأة 25 ألف دولار لمن يدلي عن قاتل هذا الطفل رحمه الله وجعله من الشهداء. مات هناك في رصاصة طائشة جت له للمطبخ، ولا يعرفون من فين جت هذه الرصاصة رحمه الله، ولا حول ولا قوة. الأمطار هذه السنة في بلادنا غزيرة وقوية جدا، شاهدت يعني عدة سيول، ولكن نشاهد هنا صالة أفراح وطل السقف يعني فوق المقائل وفوق المعازيم وخرب العرس مثل ما نشاهد هنا لغزارة الأمطار. والصالة شكلها من تحت أو من فوق هش، ما في ترتيب تمام، وإلا لو هو شنكو مرتب بطريقة احترافية أنه ما نزل الماء وفي سيليكون ببعض الفتحات. وهنا نشاهد يمني في الخارج يخاطب يا أيها الذين آمنوا. طبعا هو قال يا أيها الذين آمنوا، وهذه بلاد الذين كفروا. يعني في ساحة كذا ميدان التحرير، روح ميدان التحرير له نظيف، إنه نفس الخبر كذا ساحة وفي قصر يعني منبهر بالحاجات دي.
في حاجات أفضل من كذا. صح البنية التحتية وبلدان العالم تفوق بلادنا بحاجات كثيرة، ولكن لا توظفها أيها الذين آمنوا بالذين كفروا. هو ساحة عامة وحديقة، روح أي مكان بتشوف نفس هذا، إلا إذا كنت غلطان راجعونا في التعليقات. وهنا نشاهد فيديو لطيف وموقف شاهدته يعني عبر الصفحات يتناقلونه لهذا الكلب مع عامل بناء يخلط النيس والسمت تقريبا في عدن، ولكن الكلب بهذه الطريقة يلف ويدور جنبه. البعض قال هذا ما بيمشي الا بحبة دقائق، والثاني قال هذا مستلبط من المتهبشين اللي يقون وقت العماير. يعني في بلادنا الحاجات هذه موجودة، يعني إذا في شغلة لازم يخرج لك 1000 غريم. هذا شبهونه بالكلب هذا اللي طلع غريم له ما خلوه يشتغل. وهنا منظر مؤسف للشحاتين في الجولات في بلادنا، مثل ما نشاهد هذه الطفلة. يعني صاحب السيارة مغلق، ولكن هم فوق مكان لفوق مكان، يمكن تدحش رجله السيارة بعدين يحنب وعالجه. من المسؤول على مثل هكذا، وخاصة الأطفال. يعني الأطفال المفروض ما يشحتون، يدوروا لأبوه وأمه يقولوا له ليش تخلف، شيل أولادك من الشارع، هذا هو الصح. ونعود إلى أمريكا وإلى هذا الفيديو في أحد الأعراس. أنا شكلي بكون أخصص كذا حصاد صغير للجالية اليمنية في أمريكا، فلوس بعدها إذا جبنا الأخبار وتابعونا من هناك. عموما نشاهد هنا واحد يلبس طاقية كأنه ترامب يقلد، ودخل العرس اليمني ويبترع بالجنبية بهذا الفرح اللي نشاهده هنا. يعني اليمنيين ما شاء الله لابسين اللبس اليمني في أمريكا. وهنا نشاهد منظر لبعض الشباب في أحد الجلسات في الوادي أو تحت كذا ظل أو شنكو. الملفت هو الدبكة وتفاعل الناس مع الدبكة، وإن الجمهور متعطش لفن وموسيقى. ما هو دحيس من زمان إحنا والعود هذا، الحين قال الذكاء الصناعي بيضيع كل شيء. أنا شاهدت أغاني رهيبة جدا وإيقاعات متداخلة مع الذكاء الصناعي من زمان. إذا قلنا قالوا أنت تتهم الفن اليمني، الفن أفضل فن تراث على عيني وراسي، ولكن نفسه دائما هو الدحيس هذا ناشف بدون موسيقى ولا إيقاعات ولا تنوع. شوفوا أنتم اليمنيين اللي في إسرائيل كيف أغانيهم اشتهرت عما يدخلون الإيقاعات والحاجات هذه. نشاهد هنا الذكاء الصناعي يغني للمغتربين، والذي سافر المغترب وإذا رجع هو مديون وإذا سافر هو مديون. نشاهد هذا الفيديو. وهنا نشاهد سيارة إسعاف تحتاج من يسعفها، تمشي بهذا الشكل وهذه الطريقة. نشاهد التعليق من عند المصور. وهنا نشاهد الفصاع على أصوله. بحاول أطمس أنا حتى لا ينحضر الفيديو. شخص يعني بعرس وطالعين في نقيل كذا، وقال وقف السيارات والزفة والناس، ونزل شال المعدل هذا ويداشبه يا الله يمسكه، يخرط له ناس ويحول عرسه لا عزاء. بالله ايش الفائدة؟ انا اشتي اعرف ايش اللي نكزك. صح يفرح بعرسه، الناس يفرحوا بحاجات ثانية يا خبراء الناس، يا سالمون، يا حصل كل واحد صديقه يجتمعون في الأعراس، رغم أن بعض الناس مشتتين في كل بلاد ما يجتمع إلا في الأعراس ولا في الأعياد ولا نادرا. هذا نزل، لو كان تخيل يعني اتجه الرشاش جهات السيارات هذه وشعطها كاملة، بيطلع له كم روح. عموما الحمد لله على السلامة، وخلوه الناس يفصعون. ومن الأخبار الذي أنا أشوفها غريبة، يعني اليمني قهوة يروح يغترب في كل شيء، هذا راح يغترب في الحرب مثل ما قال، يعني انهم سماسرة وباعوا هم ادري كيف. شفت انا فيديو كنت طويل اشتي انزله بالصفحه، رجعت قلت ما لنا داعي في هذا الخبر، ولكن الواحد قد يغترب له الشغله تريحه. الحرب قاهي موجوده بلادنا، ليش تروح تغترب علشان تحارب؟ الفلوس ابوها الفلوس موجوده في بلادنا. اذا ما هي موجودة في بلادنا، مش الواحد يخزن بأقل شيء ب2000 3000. أنا أتكلم على الناس العاديين، أما اللي فوق يخزنوا أعرف ناس من 10,000، ولا حول ولا قوة. المهم الواحد يقترب لمكان عمل يكون مريح جدا، مش يقترب لحرب، ولا أحد يفكر مثل هذه الحاجات. وحادث اليوم الأربعاء، أنا أسجل المقطع الصوتي هذا يوم الأربعاء لحادث في يافع، تداولوه ناس كثير اليوم، يعني أتوقع بسبب السرعة بهذا المرف، وهو يصور ولا حول ولا قوة. إن شاء الله يكونوا بخير يا جماعة. السرعة أم الحوادث. أيضا خبر وصورة لعبد الخالق، كان مختفي، ظهر اليوم وقال إنه في فترة علاجية، نسأل الله له الشفاء. عبد الخالق هذا الذي هو ناهي ويصورون يوميات أطفال كذا. وهنا هذا الخبر للمغتربين في المملكة العربية السعودية وخاصة في الرياض، مطعم بيت الفحسة. أنا أعرض هذا الفيديو، أشوف خالد شايع دائما يعرض إعلانات لهذا المطعم تقريبا تبعه، أنا بعرض الفيديو هذا علشان خالد شايع، لأنه مرجعية عندي خالد شايع في بعض الأخبار الاجتماعية الذي أشاركها في هذه القناة. نشاهد بيت الفحسة. أيضا هنا نشاهد فيديو من صفحة خالد شايع لسلطان خيفر، يناشد لعتق رقبة أبوه الذي عليه دية مبلغ كبير ويتبقى جزء كبير،
مثل ما نشاهد هنا. أنا لا أعلم عن القضية وتفاصيلها، هل هو كان قتل خطأ أو بالعمد، ولكن الذي يريد يدخل صفحات سلطان خيفر أو بيلاقي الفيديو بصفحة خالد شايع، من هناك يعرف. لكن إذا كان القتل عمدا أنا ما أتفاعل مع الذين يقتلون عمدا وبعدين أفرق لي. بنفتح مجال لمن قتل عمد وبعدين فرق حقدية. أحيانا يقتل ابن، يجي الأب جشع وقال تنازل يشتي فلوس يلهط وراحت ضحية نفس بريئة. معلش أنا هذا رأيي، إذا كان في رأي غلط راجعونا في التعليقات. ومن ضمن الأخبار التي شاهدتها اليوم خبر زواج بسام الجعدي. بسام الجعدي يعني أعلن عن زواجه تقريبا من بغداد محمد الذي قد كان أعلن الخطوبة منها. المهم أنه أعلن زواجه، وشفت مشاهير كثير يعني يباركوا له، فدام الله السرور. وهنا نشاهد ناصر عزام مع مشروع جديد، قال يعني عدة مشاريع معه، والآن معه مشروع الحيوانات. تصور فأر بداخل قلص، أنا ما أدري إيش مشروعه هذا. قال المهم يطالب المشاهير يعلنوا له، وشفت عرفت كيف أنه وجه هذا الفيديو. المهم هذا الفيديو لمشروعه أنا أشارك، يعجبنا كذا إذا في واحد يفرح بإدخال السرور يعني. والله قناتي عادها صغيرة ومتواضعة. ونصل إلى خبرنا الأخير وهو للمرور الإنجليزي، يتكلم عمن يسوون حوادث ويهربون، والمثل يقول الهرب سنة واللقاء يوم. عرض هذا الفيديو وعرض بعض الناس الذين يعني تم القبض عليهم، كانوا سووا حوادث وهربوا واختفوا ومسكوهم. بهذا نكون وصلنا إلى ختام حصاد الأسبوع، وإذا في بعض المتفرقات بتكون بعد هذا الختام. تحياتي لكم.